عايزه بس اقول ان احنا خلاص اتفقنا ان شاء الله مع بعض هيبقى اسمه ريجيم ال3 ايام بقى السحري ده. الناس بعتولي كتير جدا امبارح ولقيت كتير قوي قايلين لا خليها كلمه سحري معاها حلوه قوي، عشان هو مدته قصيره قوي، فهو ليه مفعول عالي وفي نفس الوقت يعني 3 ايام بس، فضروري تكتبي ريجيم ال3 ايام السحري. الرجيم ده تأكيد برضو لازم نكون بحالة صحية جيدة، ما يبقاش في أي مشاكل معينة، علشان في ناس طبعا ممنوعة من البروتينات، في ناس عندها مشاكل معينة، ما ينفعش إن احنا نروح عاملين الرجيم ده وإحنا عندنا مشكلة. فدي بس أهم حاجة بتفق عليها قبل إيه ما نعمل الرجيم. لازم نكون بحالة صحية جيدة عشان نقدر نعمل الرجيم ده. أي رجيم كده مش ده بس. خلاص. بالنسبة بقى للحر، دي فرصة كويسة جدا. الواحد وهو في فترة الحر بيبقى الواحد تلقائي ملوش نفس ياكل، غير الشتاء. في الشتاء بنبقى جعانين طول الوقت، فاحنا عايزين نستغل الفرصة دي ان احنا نقدر نعمل الرجيم ده واحنا في حالة شبع مش جوع زي الشتاء. خلاص. هنتكلم على الرجيم، هينزل تاني على الشاشة عشان ان شاء الله ده ينزل على يوتيوب علشان تقدروا تشوفوا الرجيم لوحده من غير اي حاجة. احنا مبدئيا اول ما هنصحى من النوم هنشرب كوباية مية دافية مقلبين فيها معلقة صغيرة من العسل الابيض، ومعاها يا اما عصرة ليمون، عصرة نص ليمونة بس، يا اما معلقة صغيرة من خل التفاح. وعلى فكرة ممكن إضافة، لو هتحطوا معلقة صغيرة من خل التفاح ممكن إضافة نقط فيتامين سي، 6 نقط للي حابب، للي مش هيحط فيتامين سي، للي مش هيحط عصرة الليمون. يبقى كوباية واحدة من المية الدافية عليها معلقة صغيرة من العسل الأبيض، نقلب بأي حاجة تانية غير الستانلس أو أي حاجة من البيت عشان بيتفاعل في المية. ينفع نقلب بلاستيك وينفع نقلب بخشب. نقلبها في المية الدافية اللي هي معلقة العسل، واول ما تدوب نحط بقى عليها معلقه صغيره من الخل التفاح او عصره نص الليمونه، وممكن نقط فيتامين سي مع خل التفاح. هنشربه، نسمي قبل ما نشرب، نقول بسم الله كده، وايه على الميه دايما بتدي طاقه في الميه نفسها، وبتدي يعني بتغير من خواص الميه. كل الميه بتاخد خواص اسم الله لما الواحد يذكر عليها اسم الله، فضروري انكم تذكروا اسم الله على الميه قبل ما تشربوها. وانا عن نفسي انا بقول بسم الله، وبقول بسم الله الشافي المعافي عليها، ديها فرق كبير جدا. وتشربوها. خلاص. تقعدوا شويه بقى نستنى. حابين تبتدوا تشربوا الاول القهوه باللبن، تمام مفيش مشكله. لا عايزين تفطروا على طول وبعدين تشربوا القهوه باللبن بعد كده، زي ما تحبوا. طيب لو هتشربوا القهوة باللبن يبقى مش هنحلي بسكر بقى، احنا خلاص خدنا الطاقة اللي احنا عايزينها من العسل، اللي هي المعلقة الصغيرة عسل ده يكفينا. ليه بقى؟ انا مش عايزة اليوم ده، عشان ناس كتير سألت طب ليه مش مدخلة نشويات في اليوم ده؟ انا عايزة الجسم ما يروحش المخزون النشويات يحرق منه، انا عايزاه يخش على مخزون الدهون عشان نخس. فانا بديله بس الطاقة اللازمة الصغيرة اللي تقومنا كده ونعرف نقوم على حيلنا، خلاص، ويطمن الجسم ان في اهو عسل، معلقه عسل صغيره دخلت تدينا الطاقه. خلاص. بقيه اليوم بقى مش عايزين نشويات عشان يحرق من مخزون جسمنا. يبقى مش هناخد سكريات في ايه القهوه ولا الشاي اللي هنشربهم. من حقنا في اليوم كوبايتين قهوه فيهم كافيين. اللي عايز لا يشرب ديكافينيتد براحته بقى، يشرب براحته مفيش مشكله. نحاول اللبن على اليوم ده ما نعديش التلتين كوبايه، عشان الكوبايه تعتبر وجبه. خلاص. حسب برضو كل واحد عايز يخس قد ايه. اللي مش عايز يخس كتير قوي ممكن يشرب كوبايه. انا عن نفسي بشرب لبن كامل الدسم، مش بشرب خالي الدسم، ما بعرفش اشربه مع القهوه خالي الدسم، فبشرب حوالي من نص كوبايه لتلتين كوبايه على متقسمين على اليوم. وممكن 2 شاي بعصره الليمون. بلاش الشاي باللبن بيتخن. خلاص. غير القهوه باللبن، القهوه باللبن ما بتتخنش زي الشاي باللبن. الشاي يفضل عصرة الليمون عليها زي ما اتفقنا دايما بعد الوجبة بنص ساعة. هنيجي بعد كده خلاص شربنا سواء القهوة باللبن أو ابتدينا بالفطار. الفطار عبارة عن إيه بقى؟ معانا بيضة أو 2 مسلوقين، عليهم قطعة جبنة قريش أو فيتا مقاس ربع كف، يعني مع البيضة أو 2 قطعة جبنة قريش فيتا مقاس ربع كف أو قريش زي ما تحبوا، وخيارة.
خيار او 2 يعني مش مشكله. خلاص بالقشر عادي خالص بناكله. انا بقعد انا وابني ونقعد نفطر سوا بجد، يعني الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول وانا باكل الكلام ده، 3 ايام اللي فاتوا انا ابني قاعد جنبي وعمال بياكل سواء الفطار او الغدا اللي بعد كده اللي هو التونه، وبيعجبهم جدا مفيش اي مشكله. رجيم جميل جدا للجسم مفيهوش اي مشكله. خلاص خدنا ده، هنلاقي نفسنا احنا خدناش نشويات، فبالتالي الواحد بيفضل شبعان فتره طويله. هنيجي بعد كده عايزين حاجه في النص تاني، نشرب واحد قهوه تاني. اللي جعان قوي ومش قادر ياخد خيار مقشر، معلش هما 3 ايام بس مفعولهم جامد فاستحملوهم. هتلاقوا بعد كده ده انا ناس عماله تقولي طب ممكن نكمل عن ال3 ايام دول، عايزين نكمل اكتر ينفع، عماله اقول لهم لا كملوا بعد كده ال10 نصايح وبعدين ارجعوا لهم تاني. طيب نيجي بعد كده على الغدا. الغدا معانا علبه تونه في محلول مائي متصفيه. خلاص معاها سلطه عباره عن خس جرجير فجل خيار اللي متاح عندكم على بعض او نوع واحد منهم. ليه؟ علشان انا شايله الحاجات اللي فيها سكريات، الطماطم فيها سكريات، الفلفل الاحمر فيه سكريات، الجزر فيه سكريات، انا مش عايزه دلوقتي حاجات فيها سكريات، والبصل فيه سكريات. خلاص هنحط عليه بقى، عايزين تحطوا عصره ليمون، ملح وفلفل، يفضل الملح باليود، التوابل اللي انتوا عايزينها بس بلاش زيت. ويفضل التونه تكون في محلول مائي، احنا بنشتريها من السوبر ماركت في محلول مائي، فيفضل نشتريها ايه في محلول مائي. خلاص طيب انا اتسالت بقى هل احنا ممكن نبدل البيض؟ مش عايزينه، طيب ممكن مكانه ينفع تبدله. اسمعوا بقى الجمله دي مهمه قوي عشان بتسال فيها كتير. البيض المسلوق، التونه، السمك المشوي، المشروم، 4 حاجات دول اقعدوا بدلوا فيهم زي ما انتوا عايزين على مدار الايام في الفطار او الغدا. خلاص يبقى 4 حاجات تبدلوا فيهم. شفتوا في بيض، شفتوا في تونه، ينفع تبدلوا بيض، تونه، سمك مشوي، مشروم باي شكل ما بس من غير زيت، على الفطار وعلى الغدا اللي انتوا عايزينه في ال3 ايام دول. خلاص طيب هنيجي بقى على العشاء. هيبقى علبه زبادي بعصره الليمون، اللي مش مستحمل الليمون يحط نقط فيتامين سي، مفيش مشكله، نقط فيتامين سي من الصيدليه اللي هي بتاعت الاطفال 6 نقط. خلاص دي حلوه جدا. حسيتوا برضو بجوع بالليل يبقى ايه، خياره مقشره. طيب حسيتوا في ال3 ايام دول بانكم لا مهبطين في لحظه كده، مهبطين قوي، تمرايه، خدوا تمرايه اقعدوا اهدوا كده. خلاص التمرايه دي هتوصل على طول الطاقه اللازمه للجسم اللي محتاجها، وعلى طول هتشتغل. التمرايه دي فيها كل المعادن، السكريات، الفيتامينات، البروتين، حتى بروتين هايل. خلاص في التمرايه دي ما تكتروش عنها عشان مش عايزين نبوظ اليوم. اللي يستحمل من غيرها خلاص كمل، لان في ناس بتستحمل كويس جدا، في ناس لا طاقتها قليله شويه يبقى تاخد تمرايه. خلاص مهم بقى جدا نشرب الميه على مدار اليوم. احنا في الصيف حر لازم ميه. لما الواحد بيهبط في الصيف مش بيبقى سبب قله سكريات على قد ما ان الواحد مش شارب ميه كفايه. لازم تشربوا على مدار اليوم ميه 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 وميه بس، مش مثلا تشربوا قهوه تقولوا انا شربت ميه، او تشربوا شاي تقولوا انا شربت ميه. قهوه وشاي ما يحسبوش ميه، بيطردوا من الجسم زي ما هم، والجسم ما يستفادش من ميه غير كوبايه كل ساعه. فاحنا محتاجين لجسمنا 1.5 لتر ميه، يبقى لازم نقسم، نقعد حاطين الازازه جنبنا ونشرب. عايزين تحطوا عصره ليمون على الازازه حلو جدا جميل. الميه بتاخد خواص الحاجه اللي احنا بنحطها، سواء ان شاء الله نقطه من الفيتامين سي او من الليمونه بتخلي الميه كلها كانها مليانه فيتامين، زي ما سبحان الله زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان وصى بمعلقه العسل الصغيره على الميه، كان قال ان هي بتاخد خواص العسل كله. خلاص او علميا نعرف كده، حتى يعني لو رجعنا علميا مش عن الرسول، مش شرط عن الرسول، هنعرف علميا ان فعلا العسل او اي حاجه بنخلطها جوه الميه هنلاقي انها الميه بتاخد خواص بتاعتها. خلاص فدي معلومه حلوه جدا نبقى عارفينها. فنشرب طول اليوم الميه بخواص الحاجه اللي احنا عايزين نحط لها، سواء فيتامين سي، ليمون، بس بلاش بقى عسل، احنا العسل للصبح. هو الفيتامين سي احسن حاجه. ليه بقى؟ عشان بيرفع الحرق معانا جدا، بيرفع الحرق معانا جدا. طيب عندنا بعد كده
مهم جدا زي ما قلنا ما نعديش كوبايتين من القهوه وما نعديش كوبايتين من الشاي، خلاص، اللي ايه بالليمون، عشان كترة القهوة بتوقف الحرق. يعني في ناس الاقيهم طول اليوم عشان يسدوا نفسهم يقعدوا يشربوا في قهوة في قهوة في قهوة في قهوة وفي شاي. لا، اكتر من كوبايتين في اليوم بكافيين بيخلي البي اتش في الجسم، البيت الحمضي والقلوي بيتغير، فالحمض بيعلى معانا. فلما الحمض بيعلى معانا بيعمل ايه؟ عرقلة حرق، بيخلي الواحد في جسمه بيبقى مايل للتعب، مايل للصداع. يعني شوف الواحد ياخد نسكافيه او اي حاجه عشان ما يجيلوش صداع، لا ساعتها بقى الواحد هيجيله صداع لما الواحد يشرب اكتر من 2. خلاص، فتخلي بالنا قوي ان احنا ما نعديش الاتنين، ما نعديش 2 قهوه ابدا في اليوم عشان ما نتعبش، ما يجيلناش صداع ولا ارهاق. طيب عندنا ايه بقى كمان؟ زي ما قلت اللبن مسموح معانا من نص ل3 ارباع كوبايه. والناس بقى اللي سالتني اللي بيرضعوا، سؤال مهم جدا، اللي بترضع تعمل ايه؟ لا، اللي بترضع بلاش يبقى حاجه برضو قاسيه شويه عليها، زي الناس اللي عندها مشاكل صحيه. الرضاعه بتحتاج اصلا سعرات كتير قوي، فاحنا دلوقتي يعني ده الرجيم ده بيحرق جامد جدا في الجسم، بيدي كمان بيخلي الجسم يحرق بزياده، عشان احنا مدخلين اسماك. انا مأكده ان انا مش مدخله لحمه بيضه ولا لحمه حمراء، عشان انا عايزه اسماك. الاسماك بتشغل الحرق جامد جدا، والمهمه جدا الغده الدرقيه، فاحنا نمشي عليه كده بالظبط، هيحرق معانا كويس جدا. الناس اللي بترضع في رجيم على الموقع، رجيم للمرضعات، او تعملوا ال10 نصايح عادي جدا، مفيش اي مشكله. كذلك نفس القصه للحامل، تعمل ال10 نصايح عادي جدا. طيب بعد ما نخلص النظام ده هنعمل ايه؟ عشان بتسأل برضو على طول، هنعمل 10 نصايح عادي. هي فكره النظام ده ايه؟ فكرته ان لما نكون تخنا مره واحده في عيد، كلنا كحك كتير، حصل اي حاجه، رحنا مناسبات، سافرنا على الساحل، عملنا اي حاجه وتراكمت الكيلوهات في خلال الاسبوع، ساعتها ده احسن نظام يبقى معانا على طول، يبقى في ايدينا، ده نقدر نستخدمه اول ما نزيد الكام كيلو دول، عشان كل ما هيزيد ويتراكم بيصعب قوي نزوله. فاحنا اول ما نزيد 2 كيلو على طول نروح عاملين النظام ده، هنروح نازلين ونعيش بقيه حياتنا عادي. خلاص، الناس بقى اللي متبعه ال10 نصايح، واحنا ماشيين بال10 نصايح عملنا النظام ده، هنروح نازلين اسرع. نرجع بعد ال3 ايام دول نعمل ال10 نصايح عادي، شرايح الخبز المشبعه، هناكل فول الصبح، هناكل الحاجات التانية بقى اللي احنا عادي، اليوم العادي. خلاص، لازم تتفرج على الحلقه برضو عشان ايه نبقى عارفين المعلومات بتاعت ال10 نصايح. هنيجي بعد كده كل كام يوم نروح عاملين ال3 ايام ده انا عاملاه مكان اليوم المشروبات. اللي عايز يعمل لا يوم المشروبات عاجبه اكتر، يعمل يوم المشروبات اللي هو 10 نصيحه في ال10 نصايح. خلاص، فده مكانه اللي حابب يعمل ده، او حابب يعمل يوم المشروبات. اللي حابب يعمل يوم واحد من ال3 ايام في ال10 نصايح، يوم واحد بس من رجيم ال3 ايام ده ينفع برضه، حسب انتوا تخنتوا قد ايه او عايزين تخسوا قد ايه. هو نظام حلو في ايديكم، انتوا تقدروا تلعبوا بيه. طيب للناس الصايمه، للناس الصايمه برضه هو صعب شويه للناس الصايمه، لكن ينفع تطبيقه. لو هتجربوه يوم مثلا بعد الفطار، هتاخدوا بدل بقى معلقه العسل على الميه، ممكن برضو تاخدوها عادي معلقه العسل على الميه وعليها عصره الليمون، او تمرايه، واحده من الاتنين مع ميه. خلاص، وتكملوا عادي. يبقى الفطار هتاكلوا اللي هو البيض مع الجبنه مع الخيار، او تاخدوا اللي هو العشاء، تقدروا تبدلوا دي او دي اللي انتوا عايزينه على الفطار، وعلى السحور تاخدوا مثلا البيض بقى مع الجبنه القريش والفيتا. بس كده. فلو في اي حاجه تانية اضافيه هبقى اقول لكم عليها، بس اللي اقدر اقوله بس حاجه واحده، ان على دخلة القمر او اكتمال القمر الجسم شويه بيخش في حاله جوع اكتر، ويعني احنا اليومين الجايين المفروض داخلين على قمر متكامل او اكتمال قمر، الجسم بيبقى شويه بيبقى عايز يختزن ميه اكتر، وبيبقى عايز ياكل اكتر. فلو حسيتوا في الفتره دي اعملوا ال10 نصايح بقى عادي، ما تعملوش ال3 ايام عشان ما يبقاش صعب عليكم،
وبعد على طول اليوم اللي هو بعد اكتمال القمر اول ما يبتدي ينزل اعمله على طول، هيفرق معاكم صاروخ. يعني ال3 ايام دول اول ما تبتدوهم بعد، يعني اول ما القمر يبتدي ينزل في يعني يقل خلاص بعد اكتمال القمر بيوم واحد تعملوا النظام ده، هتلاقوا نفسكم بتنزلوا ان شاء الله بسرعه. وخصوصا بقى في فتره الصيف، علشان فتره الصيف طبعا الواحد بيخس فيها هايل جدا جدا عن في الشتاء، فالحقوا اليومين دول فعلا هتفرق معاكم كتير جدا جدا.